اول ما تشتري مكنه جديده هقول لك على شويه حاجات تعملهم عشان المكنه دي تقضي معاك 10 سنين اقل واجب. يا ريت يا جدعان نركز في الحاجات دي عشان الحاجات دي مهمه. اول حاجه انت بتشتري المكنه من المعرض، طبيعي بتشتريها لازم المكنه تدور قدام عينيك وتسمع صوت المكنه وتطمن ان صوتها تمام والمكنه زي الفل. بندور المكنه حوالي 10 دقائق وبعد كده بنقفل المكنه ونخلي المكنه تنزل الزيت اللي فيها. طبعا في ناس كتير بتيجي تقول لك المكنه تمشي 300 كيلو، وفي واحد بيقول لك انا اخد المكنه واغير لها في البلد. طبعا اي حد بالنسبه لي انا كمعرض ياخد مني مكنه ويمشي على طول انا بقول انا مش مسؤول عنها. ليه؟ انا مش ضامن اللي اتحط في الشركه كان كيلو ولا كان اقل. الزيت تمام تمشي عليه مفيش اي مشكله خالص، بس الزيت ده كان كيلو ولا كان اقل؟ طب الزيت ده بقى له فتره قد ايه؟ طب احنا دلوقتي الزيت ده كان الموتور جاي معدول ولا كان مقلوب؟ عشان كده بقول يا جدعان اول حاجه اعملها ان انا لازم اغير زيت. بس ان انا طمنت على صوت المكنه عشان خاطر مش كل شويه مثلا تيجي تاخد مكنه تغير لها زيت، لا هي مكنه جيت لازم المكنه تغير قدام عينيك. بعد ما تغير المكنه تغير زيت خلاص بقى نبدا ندور المكنه واحده واحده. طبعا سواء انت محملها الافضل ان انت تحملها مش ان انت تمشي بقى على طول تاخدها من المعرض، ولكن هنتكلم ان احنا وصلنا البيت وهنبدا التدين بتاعتنا، وده اهم حاجه لازم تعرف مراحل التدين. ده هيفيدك جدا وهيخلي المكنه تقضي معاك حتى لو مصري. الناس اللي مش قادره تجيب استيراد او المكن الناس اللي هي يعني الفلوس بتاعتها مقصره وجبنا مصري، هقول لك على حاجات والله لو لينت عليها ان شاء الله باذن الله المكنه هتقضي معاك 5 سنين و6 سنين ممكن توصل معاك 10 سنين وهتبقى شغلها وصوتها ناعم جدا وصوت المكنه جميل جدا زيه زي الاستيراد. اول حاجه لازم تعرف انت لازم تلم لي الدبرياج كده وتربطه اول 10 دقائق او ربع ساعه نص ساعه مش تفرق. وهنزل لك فيديو دلوقتي وانا بتكلم ده هتلاقيه موجود. الفيديو ده هيقول لك ليه الفايده. اول حاجه لازم تعرف انا لما بلم الدبرياج كده عشان في ناس كتير كانت بتسال عليها ان احنا بنفتح ورق الدبرياج في الكربون بيدخل لك زيت ليه، فده بيدخل له زيت نظيف بيقضي معاك فتره العمر بتاعه بيبقى اطول شويه. دي اول حاجه. تاني حاجه احنا اول حاجه بندورها المكنه اول حاجه المفروض بتدور ربع ساعه بعد كده ترتاح نص ساعه بعد كده ترتاح 3/4 بعد كده ترتاح ساعه وبترتاح. طبعا عاوز اقول لك على حاجه لو دورتها على طول ودارت مثلا نص ساعه، احنا طبعا الاوقات اللي احنا نقولها دلوقتي يعني في الصيف غير الشتاء عشان خاطر درجه الحراره بتشغل المكنه، واول ما تحس ان المكنه سخنت ما تقدرش تحط ايدك على وش الكهرباء او وش الزيت مش هتفرق اي وش من الاثنين. لكن يا ريت الناس يا جدعان ما تحطش ايدها على الشكمان اللي احنا بنحط ايه الايد على وش الكهرباء او وش الزيت. اول ما تحس ان المكنه سخنت جامد اقفل وسيب المكنه ترتاح تبقى ثلاجه خلاص كده. خلي الزيت كل اللي رفع فوق ينزل تاني مكانه تحت وبعد كده نبدا نكرر العمليه دي معاك. بتكرر العمليه دي قد ايه؟ 10 مرات المفروض على يومين. المكنه المفروض بتلاقينا 10 ساعات كل يوم 5 ساعات على يومين بتدور ساعه وتريح ساعتين. ساعه دي بتكون سخنت جامد كل الزيت اللي فات قلب وطبعا راح في الموتور كله. خلال الساعتين دول بتكون المكنه بردت والزيت كله نزل مكانه عشان نبدا المرحله التانيه. طيب بعد ما المكنه عدى على 10 ساعات على يومين كل يوم لمينا 5 ساعات زي ما احنا اتفقنا، وطبعا احنا ربطنا الدبرياج اول ساعه بس او اول تليينه بس او اول مره عملناها بس تمام. بعد كده تبدا تمشي عليها واحده واحده من غير ما تقرص على المكنه. طبعا مفيش حاجه اسمها سن المكنه، مفيش حاجه اسمها جري على الطريق، مفيش حاجه اسمها جيب اخرها. الكلام ده كله يا جدعان مش كويس خالص للمكنه ولا يعني عاوز الحاجه اللي بتعمله ده بيدمر من صحه المكنه تمام. ما تاخدش حد وراك، ما بتقرصش على المكنه، ما بتزودش بنزين، خليك دايما غير عالي وبنزين قليل يخلي صوت المكنه جميل جدا معدل الحرق فيها يبقى جميل. تلاقي المكنه هتعيش معاك فتره طويله جدا. طيب بعد كده بنغير تغيير الزيت الثانيه امتى؟ عشان في ناس كتير بتسال او في ناس كتير تقول لك انا غيرت زيت مش هغير غير على 400 كيلو. غلط طبعا. المكنه على الواقف بتلاقينا 10 ساعات وبعد ما تمشي على 70 80 كيلو اقصاها 100 بنغير زيت تاني. بعد كده امشي على المكنه براحتك، اجري على براحتك واعمل على كل حاجه، بس بلاش القرص، بلاش تقفل القبضه. تقفيل القبضه الاخر ده غلط وكبير جدا والله ما لاقي اي 30 لازمه خالص ولا بيفوق المكنه ولا بيعمل اي حاجه خالص. وما تسمعش كلام اي حد يقول لك حاجه من الحاجات دي. تاني حاجه ودي مهم جدا عايزين نوع على ان احنا يا ريت نستخدم زيت خفيف، بلاش تستخدم زيت تقيل. وهجيب لك فيديو تاني برده عشان اعرفك المشاكل اللي بتحصل من الزيت التقيل. زيت خفيف حط لها موبل ابيض الفورتي او حط لها الشيل الاحمر ادفانس، الزيت اللي هو الخفيف ده جميل جدا. لو انت الدنيا ظابطه معاك حط 10 على 40 مفيش مشاكل، هتعرف تجيب الاوف لاين او تجيب الورف او تجيب اللي هو توتال مفيش مشكله. بس احنا بنقول في العادي اللي هو للمكن يبقى كويس جدا وماشي معاك هو اللي هو الشيل الاحمر الادفانس او الموبل الابيض. يا ريت يا جدعان نهتم بموضوع الزيت وان شاء الله باذن الله الفيديو ده للتالين كامل هثبته عندي على الصفحه. يا ريت اللي محتاج يلاقي المكنه من غير ما يستنى يدخل على الفيديو على طول، مش مهم شاري مني او من غيري مش فارقه معايا خالص. اهم حاجه عندي انك تاخد المكنه ان شاء الله باذن الله باذن الله تقضي معاك فتره طويله جدا. وعايز اقول لك على حاجه، اكتب لي في الكومنتات اي فيديو انت عايزه ان شاء الله باذن الله اعمله لك واشرحه لك شرح كامل، حتى لو داخل موتور ومش خصوص ان شاء الله باذن الله ابحث لك عنه واجيب لك فيديو عليه ان شاء الله باذن الله.